السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله بخير، حياك الله ونحمد ضيفك الكريم. الله يحييك. الشيخ ونحبك الله يا شيخ. حياكم الله خير. وأنت كذلك يا شيخ عبد الكريم. الله يمتع بك يحفظك. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، بعض الأئمة يعطي فرصة لقراءة الفاتحة، بعضهم لا. هل ما الحكم في ذلك؟ هل بعض الأئمة مأمومين حتى يقرأ والإمام يقرأ السورة؟ السؤال الثاني الله يجزاك خير. يجاوب أبو محمد على السؤال الشيخ. عفوا أبو محمد يجاوب الشيخ على السؤال الأول. تفضل يا شيخ صالح. نعم، قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم. نعم. عند جمهور أهل العلم، ولكن يقرأها من باب الاحتياط، لأن بعض العلماء يرى أنها واجبة على المأموم فيقرأها إذا تمكن من ذلك. إذا لم يتمكن من ذلك فهو معذور. وإذا قرأ الإمام جهر فإنه يستمع ولا يقرأ والإمام يقرأ. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: نزلت هذه الآية في الصلاة. فيقرأ ما إذا تمكن، وإذا لم يتمكن فإنها تكفي قراءة الإمام إذا جهر بها. وفي الصلاة السرية الظهر والعصر المأموم متمكن من القراءة، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين. أما في الصلاة الجهرية إن تمكن قرأها في سكتات الإمام، وإن لم يتمكن وجهر الإمام فإنه يستمع إليه. نعم.